السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفيديو أنا كل مرة بقول فاخر من الآخر، برضه فيديو فاخر من الآخر، معلش بقى استحملوني المرة دي. فيديو فاخر من الآخر يا جماعة. وهنشاهد في الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة كاتب سياسي عماني يا جماعة، كاتب عماني يا جماعة، بيتكلم كلام حلو جدا على مصر يا جماعه، وعن المصريين وعلى التطور في مصر وايه اللي بيحصل في مصر وعن قوه الجيش المصري. لكن بصراحه بكلام هيعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. لكن تعالوا بقى مع بعض على طول نخش نشوف طبعا السياسي العماني ده يا جماعه قال ايه عن مصر وعن المصريين. يلا بينا. مصر القادمه يا اخوان غول وعمل. انا استغربت يا اخوان، والله اني استغربت لما عرفت انه شبكه الطرق اللي عملها السيسي من 2013 يا اخوان لغايه اليوم تجعل الجيش المصري ينتشر في 6 ساعات في كل مصر. معقول يا اخوان اكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع ينتشر فيها الجيش في 6 ساعات؟ هذا ولا في الخيال. وهم بيراقبون الان، بيراقبون كل هذه الاشياء ويتمنون دمارها قبل ان تتغول مصر. مصر القادمه يا اخوان غول. واللي حمى مصر هو فصل الجيش المصري عن كامب ديفيد وسفاسف السياسه. الجيش تغول وفي موقف دفاع، لا يستطيع ان يهجم، مستحيل، لكن اهجم علي وشوف النتيجه. يعني الجيش المصري اليوم يستطيع ان يحارب على اكثر من جبهه زين، وفي ساعات يمحوهم على فكره. يعني لو فرضت عليه حرب في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفي السودان وفي ليبيا يستطيع أن يوزع الجبهات هذه كلها ويغرقها في ساعات. بفعل الأفراد الموجودين معه قوة هائلة جدا من الأفراد، وقوة عسكرية هائلة جدا في كل المعدات وفي كل الوحدات، جميع الوحدات البرية والبحرية والمدرعة ومنظومة الصواريخ وما شابه ذلك. فهذه كلها يقول لهم الآن للحماية، احنا ما عندنا مشكلة. وعندكم الآن محطة الضبع اللي بداها جمال عبد الناصر شغالين عليها مع الروس للطاقة النووية. شوفوها لما تجهز هذه، والروس ما يريدوا منها شيء، يريدوا فقط أن يأخذوا منها من دخلها، ما يريدوا من مصر أي حاجة حاضرة. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. وبصراحه قبل ما ينتهي الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. واكتب لي ايه رايك في الكلام الجميل اللي احنا سمعناه طبعا من الكاتب العماني او الدكتور العماني ده يا جماعه، اللي اتكلم كلام جميل جدا عن مصر وتطور مصر. وقال لك طبعا شبكه الطرق العملاقه طبعا اللي اتعملت، يعني هي هو قال ايه؟ هو قال يا جدعان قال لك ان الجيش المصري يعني هو يعني بينتشر في 6 ساعات، بنكون منتشر طبعا في حدود مصر كلها يا جماعه. لكن طبعا زي ما انتم عارفين ايه المخاطر اللي بتواجهنا يا جماعه من ليبيا، المخاطر اللي بتواجهنا من السودان، المخاطر اللي بتواجهنا طبعا من غزه. فاحنا بصراحه متحوطين بشويه مخاطر، فمحتاجين زي ما احنا بنقول بالمصري كده كل واحد يبقى عينيه في نص راسه، كل واحد عينيه في نص راسه. ليه كل الناس دي كلها محوطانه بالمشاكل يا جماعه؟ ومع ذلك بسم الله ما شاء الله ربنا يحمينا طبعا كمصريين، وربنا يحرس المصريين من الازمات والخطط الخبيثه اللي هم طبعا بينفذوها وعايزين ينفذوها مع مصر. لكن ان شاء الله باذن الله الجيش بتاعنا يا جماعه قادر ان هو طبعا يعني يقدر يواجه اي حد بيحاول ان هو يعتدي او اي حد بيحاول ان هو يدخلنا في مشاكل. هم طبعا جاهزين وقاعدين ومستنيين اي حد يحاول ان هو يعتدي ويشوف ايه اللي ممكن يحصل له. لكن بصراحه يا جماعه الفيديو جميل جدا، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.